بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة يا شباب هناخد باراجراف جديد بعنوان An Egyptian Food Recipe، وصفة طعام مصرية. ملوخية، اللي هي الملوخية طبعا اللي انتوا عارفينها. ملوخية is، الملوخية تكون a very popular dish، أكلة شعبية أو مشهورة in Egypt، في مصر. full stop. It's healthy، إنها أكلة صحية. full stop. ملوخية soup، إن حساء الملوخية أو شوربة الملوخية is، تكون a kind of، نوعا من vegetable soup، نوع من حساء الخضار أو نوع من شوربة الخضار. full stop. People in Egypt، فالناس في مصر make it، يطهوا الملوخية أو يطبخوها in many steps، بخطوات عديدة. full stop. First، أولا they pick up، يقومون بقطف ملوخية leaves، أوراق الملوخية. full stop. They cut them، ثم يقومون بتقطيع أوراق الملوخية into small pieces، إلى أجزاء صغيرة جدا، بيخرطوها يعني. full stop. They cut tomatoes، ثم يقومون بتقطيع طماطم and garlic، والثوم. full stop. Then، ثم they put them، ثم يضع كل المحتويات in، في a pot، في قدر with water، به ماء. full stop. They boil them، ثم يقومون غلي كل المحتويات في القدر الذي به ماء for، لمدة 30 minutes، لمدة 30 دقيقة. full stop. They add spices، ثم يقومون بإضافة التوابل. full stop. Finally، أخيرا they put، يقومون بوضع the ملوخية soup، حساء الملوخية أو شوربة الملوخية in bowls، في أطباق. full stop. People have ملوخية، والناس في مصر يتناولون الملوخية أو يأكلون الملوخية with bread، بالخبز. full stop. It's tasty، إنها لذيذة. full stop. It's good for you، إنها جيدة لصحتك. full stop. شكرا يا شباب، وإلى اللقاء في الدرس القادم، مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.